اي كلام لاي طفل فلسطيني دلوقتي يتقال له عمره ما هيجيب نتيجة. اي كلام ايجابي استحالة يجيب نتيجة. ليه؟ هيقف عند مخه وما يدخلش جوه ومش هيقدر يستوعبه، عشان حاجة واحدة بس، ان هو سمع وشاف بعينيه اللي فوق طاقته وفوق طاقة اي بشر. وبالتالي احنا عندنا دلوقتي في تكنيك في علم النفس بنستخدمه علشان يقدر يعمل ريليس للمشاعر دي كلها، وعلشان يقدر يطلع كل طاقة الغضب اللي جواه دي واحدة واحدة. من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها هو الفيلينج ترمومتر، ان احنا بنوريه ترمومتر علشان يقدر يشوف ويعبر عن اللي جواه، ونقول له انت حاسس بايه هنا، الليفل بتاع احاسيسك واصله لغايه فين، وبتبتدي تطلعي عنده مشاعره، ومن هنا بيحصل الكونكشن. نمرة 2، لما تيجي تعملي له كوبينج للسكيلز اللي تقدري تطلعي بيه المشاعر دي، بتحاولي انك انتي تديله اختيارات وهو يختار منها. ان احنا بنديله الورقة التانية وبنقول له طيب انت حاسس المشاعر اللي عندك دي علاجها ايه هنا، فلما هيختار ما بينهم هيقدر ان هو يعمل ولو جزء بسيط من الريليسنج من الغضب اللي جواه. بعد كده بترجعي تاني لنفس الورقة وتسأليه، تقولي له انت حاسس بايه دلوقتي. لو بدأت الإشارة او الشرطة اللي موجودة عليها المشاعر نزلت تحت، يبقى معنى كده ان هو بدأ يهدى. ربنا ينزل على قلوبكم السلام، امين يا رب العالمين.